That's all pistachio. I've managed to get my hand on the UK version of the Dubai viral pistachio chocolate bar. Without معلش اصل الموضوع عجبني قوي، الحركه اللي هما بيعملوها دي صوتها حلو عجبني. بصوا، معجون السنان لازم يكون من غير فلورايد، لازم تجيبوا حاجة فري فلورايد. اثبتت الابحاث العلمية انها بتأثر منتلي وعلى سلوك الاطفال وعلى الكبار. وخلي بالكم ان الفلورايد على قد ما يكون فيه فوائد انه بيبيض الاسنان وبياخد باله من الاسنان، الا انه مضر جدا 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 في الابحاث الاخيرة على الجهاز العصبي كله، على وظائف المخ، ومن ضمنها كمان الحاجات اللي بتخلي المخ عندك فاجي او عندك الفكر الضبابي او المخ الضبابي، اللي هو تبقى قايم من النوم كده وحاسس انك انت مش عارف ليه مش فايق، تشرب قهوه مش فايق، تروح الشغل برضو حاسس انك مش فايق، ناقصك فيتامين بتاخد فيتامين. تخيلوا ان الفلورايد ده كانوا بيستخدموه ويحطوه في الاكل للناس اللي بيحطوهم في المساجين زمان في الحروب بتاعه الحرب العالميه الاولى، وبالتالي استخدام الفلورايد مضر جدا 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 عليكم. فاذا سمحتم غيروا، ومش معنى ان انتوا بتدفعوا فلوس ادفع فلوس عشان اضر صحتي، ومش معنى ان انتوا بتجيبوا حاجه صحيه يبقى انتوا كده بتجيبوا حاجه غاليه، لا، هي ممكن تكون the same price على فكره، بس انتوا محتاجين تدوروا وتقروا. يعني حاولوا ان انتوا تقروا، لاني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فلو سمحتم على قد ما تقدروا وانتوا بتطلعوا اي حاجه خاصه بالغذاء اللي بيخش جسمكم، شوفوا ايه اللي بتاكلوه، علشان ده بيأثر على صحتكم النفسيه وعلى سلوكيات وصحه نفسيه اطفالكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.